السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. في الفيديو ده هنتكلم عن الشخص البخيل والشخص الكريم. إزاي تقدر تعرف الشخص البخيل من ملامح وشه، وإزاي تقدر تعرف الشخص الكريم العطاء برضه من ملامح وشه. يمكن تكون سمعت كلام كتير عن الموضوع ده قبل كده، ولكن تأكد إن في الفيديو ده هاقول لك على شوية أسرار وتريكات كده. لمّا تعرفها هتقدر تبُص في وش أي حد لأول مرّة، وتعرف إذا كان الشخص ده كريم والّا الشخص ده بخيل. وده لإن ناس كتير جدًا بتسألني، هل الشخص ده كريم والّا بخيل؟ طبعًا صفة البُخل هي من الصفات السلبية، من الصفات اللي يعني إحنا بنكرهها أو ما بنحبهاش. ففي الفيديو ده هاعرّفك أكتر من ملمح تقدر تعرف من خلاله إذا كان الشخص ده بالفعل شخص عطاء والّا شخص بخيل ومتحفّظ على أمواله ومتحفّظ على معطياته بشكل عام. طيب مبدئيًا كده إحنا اتفقنا قبل كده إن أول ملمح عينك بتُقع عليه هو الملمح الأكثر بروزًا في الشخصية. يعني إيه؟ يعني الملمح الواضح الظاهر اللي تقدر تميّزه بعينك من غير ما يكون في أي صعوبة عندك أنت كمحلل شخصيات. طب أنا يا فندم لسه مبتدئ في مجال التحليل النفسي ولسه ما عنديش الخبرة الكافية إن أقدر أحدد مفتاح الشخصية. فأنا هاقول لك في الفيديو ده على شوية ملامح بسيطة، وهاعلّمك إزاي تربط الملامح دي ببعضها علشان تتأكد هل الشخص ده بالفعل شخص كريم والّا شخص بخيل وعنده مشكلة في إنفاقه للأموال أو عنده مشكلة في العطاء بشكل عام. ولكن صديقي قبل ما نبدأ ونتكلم في صلب الموضوع مهم جدًا إنك تدعمنا دلوقتي بالاشتراك بالقناة. انزل اعمل اشتراك بالقناة وفعّل زر الجرس لو أنت مش مفعّله علشان يوصلك كل فيديوهات التحليل النفسي وكل الإشعارات الخاصة بالفيديوهات وكمان لغة الجسد. علشان ما اطولش عليك تعالَ كده نتكلم الأول في صفات الكرم عند الشخص، وخُد بالك إن إحنا بعد كده هنتكلم في صفات البُخل، ونركّز أوي في آخر ملمح، لإن هو الملمح ده اللي هتمسك بيه إذا كان الشخص ده بخيل بالفعل والّا لأ. فنركّز كويس أوي يا جماعة، ويا ريت الناس اللي بتحب تكتب ورايا تسجّل المعلومات دي، علشان هيكون رصيد كبير جدًا من المعلومات اللي تخلّيك تقدر تحلّل شخصية أي حد. لمّا بنيجي نتكلم عن الشخص الكريم، ففي بعض الملامح اللي بتميزه، زي إيه؟ زي رقم 1 إن الشفة السفلى اللي عنده دي تبقى ممتلئة أو غليظة. هاحط لك صور هتظهر لك دلوقتي، ما تقلقش من أي حاجة خالص. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن الشخص ده بنسبة 50% شخص كريم، شخص عطاء. طيب لو عايز أرفع كمان الدرجة شوية، لو كانت الشفة اللي فوق دي برضه ممتلئة وغليظة، فده معناه إن بنسبة 70% الشخص ده شخص كريم وعطاء. طب أنا عاوز أرفع النسبة كمان شوية، الصوان الخارجي للأذن، الصوان الخارجي ده لو كان مقارب للرأس أو ملاصق للرأس برضه زي الصورة دي كده، فده معناه إن الشخص ده بنسبة 90% إنسان كريم وعطاء جدًا. طيب إيه كمان يأكد لي بقى ال100% علشان لمّا أبُص في وش الشخص ده أعرف بالفعل إن الشخص ده كريم جدًا؟ حجم العين. يعني إيه حجم العين؟ البؤبؤ اللي جوّه العين ده، الحجم العين ده لو كان كبير فده معناه إن الشخص ده كريم وعطاء بنسبة 100%. إحنا كده قُلنا إيه، قُلنا لو الشفة السفلى ممتلئة وغليظة فبنسبة 50%، وقُلنا الشفة العُليا لو كمان ممتلئة وغليظة فكده النسبة بتوصل ل70%، وقُلنا كمان لو صوان الأذن الخارجي ده ملاصق للرأس ومقارب للرأس زي الصور اللي بتظهر، فده معناه بنسبة 90%. عاوز أقفّل ال100% عشان أقول الشخص ده كريم بالفعل والّا لأ، فحجم العين. لو كانت العين مدوّرة زي العين بتاعتي دي كده حجمها كبير وواضح، فده معناه إن الشخص ده كريم وعطاء جدًا. ده مع الإيه، مع الملامح اللي إحنا قُلنا عليها. فكده خُد بالك أنا علّمتك إزاي تربط الملامح ببعضها علشان تطلّع النسبة المئوية الكاملة للصفة اللي إحنا بنتكلّم فيها وهي صفة الكرم، بالضبط كده. طيب الشخص بقى البخيل أعرفه منين؟ هاقول لك بقى على السر اللي باقوله دايمًا في الكورسات، وهاقوله في الفيديو ده حصري، لإن بقى لي تقريبًا أكتر من 7 أيام ما نزّلتش فيديو، فعشان كده exclusive في الفيديو ده هاقول لك على السر بقى اللي إحنا كمحللين شخصيات أو كأنا بالتحديد، علشان بانتمي لمدرسة البرسونولوجي من مدارس التحليل النفسي، فهاقول لك على السر اللي باقدر من خلاله أحفظ الملامح
واحفظ الصفات وما اتلخبطش فيها. احنا قلنا ان صفات الكرم، قلنا شفه سفلى ممتلئه، شفه عليا ممتلئه، صوان اذن قريب للراس، والعيون حجمها كبير وواسع. طيب لو بنتكلم بقى عن صفات البخل، خد بالك بقى، ركز في الكلام ده. الشفه اللي سفلى هناك قلنا ايه؟ ممتلئه. هنا هنقول تكون نحيفه او سميكه. طيب وعلشان ناكد الملمح، الشفه العليا كمان لو كانت سميكه او نحيفه، فده معناه بنسبه 50% ان الشخص ده حريص او بخيل. طيب ايه كمان؟ لو صوان الاذن ده خارج لبره، يعني زي عندي كده، خارج لبره شويه او بعيد عن الراس، فده معناه ان الشخص ده بنسبه كبيره كمان ممكن يكون حريص في انفاقه. طب ايه كمان؟ العيون، احنا قلنا هناك في الكرم ان العيون تكون واسعه وكبيره. هنا بقى هقول لك ان العيون تكون ضيقه وغائره في الوجه، يعني تبقى صغيره وداخله لجوه زي الصور اللي بتظهر لك كده. فده معناه بنسبه 90% ان الشخص ده ممكن يكون بخيل. المفاجأة بقى هنا، دي بقى الخلاصة يا جماعة، خلاصة الموضوع للناس اللي عايزة بجد تتعلم ازاي تحلل شخصيات الناس من أول نظرة أو من أول لقاء. كل الكلام اللي أنا قلته ده ينفع ينطبق على الإنسان الكريم، وينفع ينطبق على الإنسان البخيل، ولكن أنا ما ربطتش البخل بالفلوس وما ربطتش الكرم بالفلوس. ده معناه إيه؟ ده معناه إن الشخص ممكن تكون فيه صفات البخل بشكل عام، ولكن هو عطاء وبيدفع وبينفق وما عندوش مشكلة. وده اللي أنا بلاقيه في التعليقات، يقول لك مثلا أنت قلت إن الشخص ده بخيل، بل بالعكس ده هو بينفق، ده هو انا معاشره او معاشراه وهو مش بخيل، فانت بتقول اي كلام. لا تماما يا فندم، البخل ممكن يكون بخل في المشاعر، ممكن يكون بخل في النصائح، ممكن يكون بخل في الحب والعطاء، ممكن يكون بخل في المال، ولكن دايما احنا بنربط صفة البخل او صفة الحرص بالاموال، وده من الحاجات الخاطئة جدا. علشان كده الناس اللي بتبعت لي صور بيقول لي مثلا، او بتقول لي، بتكون معظمهم سيدات، فبتقول لي مثلا انا عايز اعرف هو بخيل ولا لا. انا ما بقدرش وعمري ما قلت لحد ان الانسان ده بخيل او عطاء، ولكن انا بتكلم في اطار الفلوس او في اطار الاموال. ولكن اللي عاوز اقوله لحضرتك ان الصفات دي تنفع على الإنسان الكريم، وكمان الصفات التانية المنافية ليها تنفع على الإنسان البخيل أو الحريص. حضرتك بقى توظف هذه المعلومات بطريقتك على الشخص اللي قدامك، علشان تقدر تعرف الشخص ده اتجاه شخصيته إيه، وهو ده الهدف الرئيسي من تعلم أو من دراسة علم الفراسة. إحنا ما بنعرفش اللي جوه الناس، بس بنعرف اتجاهات حياة الناس. الناس بتحب إيه او بتكره ايه او طريقه تفكيرها ازاي، وده اللي بيساعدك في النهايه انك توصل لاعلى قمه في نجاح عمليه التواصل بينك وبين اي شخص بتتعامل معاه لاول مره. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. قبل ما تقفل الفيديو، لو لسه ما اشتركتش بالقناه انزل دلوقتي اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل اشعارات الفيديوز من النوع ده، وعلشان تدعمنا للاستمرار. اشوفكم في الحلقه الجايه، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات عايزين الفيديو اللي جاي يكون عن ايه، لان قررت ان شاء الله الفيديوز اللي هقدمها هتكون من اختياركم انتم، علشان اقدر اقدم لكم اكبر حجم من المعلومات اللي انتم بتحبوها. اشوفكم فيديو جديد وشكرا. السلام عليكم. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا على انستغرام واتساب.